عارف، أنا كنت دايما شايف نفسي أقل من غيري. كنت بشتغل في ورشة صغيرة لتصليح الأساس والخشب، وعندي مهارة مش بطالة. لكن كنت كل ما أبص في المراية ما كنتش بشوف غير أخطائي. كنت سامع صوت جوه دماغي بيعيد عليا نفس الجملة اللي سمعتها زمان: أنت مش هتفلح، أنت أقل من الناس. وللأسف صدقت الكلام ده. لكن في يوم اتغير كل حاجة. اليوم ده جالي حد غير لي الفكرة دي كلها جوايا. جات لي واحدة ومعاها ترابيزة قديمة مكسورة، وطلبت مني وقالت لي: ازيك؟ انا جايبالك الترابيزة دي ومش عارفة اذا كنت تقدر تصلحها لي ولا لا، بس اللي اقدر اقوله لك ان الترابيزة دي ليها قيمة كبيرة قوي عندي. ساعتها بدأت أبص للترابيزة، وفعلا كانت مكسورة ومتاكلة من كل حتة من كتر الزمن والوقت اللي عدى عليها. وأي حد كان ممكن يقول إنها خلاص بقت خردة ومفيش أمل إنها تتصلح. بس معرفش ليه حسيت إن في حاجة جوايا بتشدني وبتقولي إن الترابيزة تستاهل تتصلح. ووقتها قعدت أشتغل عليها بحب، أنحت وأصلح كل الكسور اللي فيها، وبحاول إن أديها كمان شكل جديد. كأني مش بس بصلح الترابيزة اللي قدامي، لكن بصلح حاجة جوايا أنا شخصيا كمان. وبعد يومين شغل جت صاحبة الترابيزة تشوفها وتستلمها، وساعتها ردة فعلها كانت غريبة جدا بالنسبة لي، لأنها أول ما شافت الترابيزة ضحكت وهي مستغربة. ويوميها قالت لي: انا ما كنتش متوقعة انها ممكن ترجع بالشكل ده، بس اكيد انت شفت فيها حاجة انا عمري ما شفتها. ساعتها حسيت بكلامها بيدخل جوه قلبي. حسيت ان الصوت اللي كنت بسمعه زمان بيتغير، كأني في صوت تاني بيهمس جوايا: زي ما انت شفت الترابيزة دي بقلب مليان امل، انا كمان شايفك بقلب مليان محبة. انت عمرك سألت نفسك بتشوف نفسك ازاي؟ هل بتشوف نفسك زي ما ربنا شايفك، ولا سايب الافكار السلبية هي اللي تتحكم فيك؟ لان العالم ساعات بيضحك علينا، بيخلينا نصدق اننا مش كفاية، مش محبوبين، ومش مستحقين أي نوع من أنواع الحب. لكن الحقيقة إننا غاليين جدا. مش بس غاليين، ده احنا كمان مخلوقين على صورة ربنا ومحبوبين منه حب ملهوش أبدا حدود. بولس الرسول كان قال زمان: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لأن فعلا التغيير بيبدأ من جوه، لما نرجع للصورة اللي ربنا خلقنا عليها، الصورة اللي مليانة نعمة ومحبة وأمل. وزي ما أنا شفت أمل في الترابيزة المكسورة واشتغلت عليها بحب، ربنا كمان شايفك بالعين دي وبيشتغل على حياتك بصبر. فاكر الفخاري اللي أرميا كان شافه زمان؟ لما الإناء اتشوه بين إيدين الفخاري ما رماهوش، بالعكس بدأ يشكله من جديد. ربنا برضو قادر يعيد تشكيلنا مهما كانت قصورك. خليك فاكر ان ربنا قادر يعيد تشكيلك، يظهر الجمال الحقيقي اللي جواك، يرمم الاماكن اللي انت كنت فاكر انها انتهت، ويخلق منك حاجة جديدة تفرح قلبه وتفرح قلبك انت كمان. فما تخليش كلام الناس يحدد قيمتك، وما تخليش وقعاتك هي اللي توقفك. انت في ايدين الفخار الامين اللي شايف قيمتك حتى لو انت مش شايفها. لكن يفضل السؤال اللي قدامك النهاردة: ايه الصورة اللي هتقرر انك تصدقها عن نفسك؟ وايه الخطوة اللي ممكن تبدأ بيها علشان تشوف نفسك بعين ربنا؟